اليوم كاين تصعيد خطير يقدر يأثر على جيبك مباشرة. سفينات شدت بالقوة، تهديدات بالحرب، وممر بحري مهم في العالم واقف تقريبا. السؤال هو شنو وقع بالضبط وعلاش حتى حنا في المغرب غادي نحسوا بهذا الشيء. اولا شنو وقع اليوم؟ امريكان خرجت اليوم بخبر رسمي، شدات سفينه ايرانيه في خليج عمان، ولكن الطريقه اللي درت بها هذه العمليه هي اللي خطيره. مدمره عسكريه سميتها USS سبرونس ضربات واحد الجزء مهم في السفينه اللي كيتسمى بيت الماكينه. وشنو هو بيت الماكينه؟ ببساطه هو القلب ديال السفينه، هو اللي كيشغلها. منين تضرب السفينه كتبقى واقفه، ومن بعد نزلوا قوات المارينز بالهليكوبتر وسيطروا على السفينه كامله. ولكن المشكل الكبير ماشي هنا، المشكل هو في مضيق هرمز. هذا المضيق راه من اهم الطرق اللي كيدوز منها البترول للعالم كامل، واليوم الحركه فيه شبه واقفه حيت ايران خرجت وهدت بالرد. ثانيا علاش هادشي كامل وقع؟ باش نفهموا خاصنا نبسطوا الامور. امريكان بقياده دونالد ترامب فرضت واحد الحاجه سميتها حصار بحري على ايران. وشنو هو الحصار البحري؟ يعني اي سفينه غاديه لايران او خارجه منها تقدر توقفها امريكان وتفتشها او حتى تحجزها. بمعنى اخر كيخنقوا التجاره ديال ايران من البحر. وكانت محاولات باش يديروا مفاوضات ويهديوا الوضع، ولكن اليوم ايران قالتها بصراحه ما كاين حتى تفاوض مادام هاد الضغط موجود. وهنا وصلنا لمرحله تصعيد مقابل تصعيد. ثالثا شنو التاثير على المغرب؟ يمكن تقول هادشي بعيد علينا، ولكن الحقيقه التاثير ديالو غادي يوصل حتى لدارك. اولا ثمن المازوت والليسانس. اليوم ثمن البترول طالع بزاف عالميا. البترول كيتباع بالبرميل وهي غير وحده قياس. منين كيغلى الثمن ديالو عالميا، المغرب حيت كيشري من برا كيولي يخلص غالي، والنتيجه زياده في المحروقات غير مساله وقت. ثانيا غلاء المعيشه. منين كيغلى المازوت كل شيء كيغلى معاه. علاش؟ حيت النقل داخل في كل حاجه، الخضره، المواد الغذائيه، السلع. الكاميونات كيزيد عليهم المصروف وهما كيدوزوه علينا في الثمن. هادشي كيتسمى التضخم، والتضخم يعني كل شيء كيطلع في الثمن. ثالثا الشركات والبورصه. الشركات اللي كتحتاج الطاقه بزاف بحال النقل والمصانع كتضرر حيت المصاريف كيطلعوا والارباح كتنقص، وهذا كيخلي المستثمرين يخافوا ويمكن يوقع اضطراب في السوق. رابعا السلع اللي كنجيبو من برا، حتى الحوايج اللي كندخلوها من الخارج غادي تغلى. علاش؟ كاين واحد الحاجه سميتها تامين السفن، يعني الشركات كتخلص فلوس باش تحمي السلع ديالها في البحر. ودابا مع خطر الحرب هاد التامين طالع بزاف، وشكون كيخلص في الاخير؟ المستهلك، يعني حنا. الا تزاد التصعيد وتسد مضيق هرمز بشكل كامل، راه العالم كامل يقدر يدخل في واحد الازمه ديال الطاقه. بمعنى البترول يطلع بزاف في الثمن والموجه ديال الغلاء تكون اقوى من قبل. الخلاصه باختصار، امريكان كتزير الضغط، ايران كتهدد بالرد، والعالم كيتوتر. ولكن النتيجه الحقيقيه كتبان في الثمن اللي كنخلصوه يوميا. في رايك واش هاد الازمه تقدر ترجعنا لواحد موجه غلاء اقوى من قبل، ولا الامور غادي تهدى؟ اكتب لي رايك في الكومنتات.